الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دايما مواضيعنا بتتلم في موضوع واحد، هو موضوع الحمام. والحمام عشق بنحبه وبنهواه وبنربيه وبنساعد على تطوير تربيته من خلال عملنا الفردي وعملنا الجماعي. معنا فريق كبير لتطوير الحمام وتطوير تربيته وتطوير المربي. من خلال الفريق بننتمي لاسم كبير بيجمعنا، هو اسم مصر. ودايما بنشتغل في الحته بتاعت التطوير التطوير الطير من خلال الاسم ده. عندنا منظمه عالميه اسمها منظمه اليانز بيردس وورلد وايد. طبعا ايجيبت بالنسبه لنا، انما هي عالميه، مقرها اسبانيا، فيها عدد كبير من الدول، حوالي 86 دوله، ومن بينهم مصر. مصر بقى لها حوالي 3 سنين او 4، دي السنه الرابعه في اليانز عموما. واليانز طيور احنا داخلين الحمد لله بفضل الله على السنه الثانيه. المنظمه ديت بتهتم بالسلالات وتأصيل السلالات المنقرضه او السلالات النادره وتوثيقها وعمل ستاندر ليها. وكانوا هم طبعا كلام كتير اتكلمناه قبل كده عنها، لكن باختصار شديد برضو ان هم كانوا عملوا دراسه عن اكتر دوله فيها حمام ما توثقش او اتعمل له بلد منشأ، فلقوا مصر. مصر فيها عدد كبير من الحمام الغزار لا متوثق ولا متسجل ستاندر، وحمام تاني اسمه المراسلات المصري، والشام المصري اللي هو من خلال الاستيطان والاستيلاد بقى ليه صبغه مصريه، والشقلباز المصري، والحمامه الكشك المصري. يعني الحمامه الكشك عموما شرقي، لكن الحمامه المصري ليها طعم تاني خالص اللي هي الكشك المصري. مجموعه حمام كتير مش متسجله، فاهتمت المنظمه بانها تخلي مصر تقود العالم في سكشن الطيور. وبالفعل بقى رئيس سكشن طيور على مستوى العالم هو العقيد هشام بهنسي اخونا يعني. وفريق العمل معايا يعني اخواتنا الشباب كلهم هو حريفه تربيه حمام محترمين جد قوي، يعني مش واخدين الموضوع تجاره ولا انتشار سيء
الكلام اللي احنا شايفينه في الجو العام في الهوايه، لا، واخدين الموضوع هم هواه ومربين، ومعظمهم في مبتدأ العمر، يعني 21 22 23 سنه، لكن كلهم هواة وحريفه، وبعضهم تفوق على اجيال سابقه كتير في التربيه. فمن خلالهم بنشتغل في الحته دي، بنعمل معارض، عملنا ستاندر للحمام المصري من خلال المربين الكبار، عملنا ستاندر للغزار من خلال كل المربين الكبار، واحنا ساعدنا بالاحصاء والتجميع. عملنا للمراسلات المصري برضه بمربينه الكبار. اخواننا في محبي الكشك اللي هم غواة الكشك عملوه، هنساعدهم ان شاء الله باذن الله انه يتوثق ويتسجل. الشامي والشقلباظ عملناه برضه احنا. اذا الموضوع في ايه؟ في تطوير. هنخش في العالم الرقمي، عالم الديجيتال. يعني بعد كده بنعمل معارض. عندنا معارضنا الحمد لله من افضل المعارض اللي اتعملت في الشرق الاوسط بشهاده الناس، مش عشان احنا اللي عاملينها او احنا اللي منظمينها، لا بالعكس، في مكان راقي. بنختار مكان يليق باسم مصر، مكان يليق باسم هواة مصر، طريقه عرض بمستوى عالي وراقي. يعني مش عايز اجامل او يعني اتحيز واقول ان هي تفوقت على يعني كتير من الدول الاوروبيه، لكن الحمامه نفسها بقى اللي هي الزينه اللي نرجع لها، نخرج من الحمام المصري للحمامه الزينه. الحمامه الزينه طبعا ليها ستاندر وليها بلد منشأ وليها مربين. طبعا عندنا في مصر وبتتطور وباستمرار بتتطور، والحمد لله فضل الله في الثلاث اربع سنين الاخرانيه ديت اتطورت جدا، لكن لسه المشوار بعيد. يعني لما نيجي نقارن نفسنا مثلا بدوله شقيقه مثلا زي البحرين. البحرين بتعمل المعرض ال 24، يعني 24 سنه بيعملوا معارض، و24 سنه مربين حمام، بيستوردوا حمام مفتوحين على العالم كله، على العالم الاوروبي وعلى العالم الغربي كله. احنا يعني عندنا ظروف خاصه فقافلين الحته دي، لكن بيتفتح سنويا او بمعدل كويس قوي. ندخل طيور يعني الزينه عشان ترتقي، يبقى احنا مواكبين للعالم كله. يبقى عندنا الحمامه المميزه المصريه، وعندنا الحمامه الزينه العالميه، عندنا يعني المعارض، عندنا التسجيل والتوثيق. المنظمه من خلال ده كله احنا يعني خدناها، استفدنا بالاسم، لكن بفضل ربنا، واستفدنا بالمنهج اللي هم يعني ماشيين عليه بتطوير السلاله. استفدنا كويس وسجلنا الحمد لله رب العالمين. هنبدا بقى في تطوير بقى ايه المربي والمعرض. المعرض عباره عن مهرجان سنوي للانتاج. احنا هنا المعارض معظم الناس عايزينها معارض شو بس، يعني عرض بس، خش اتفرج على الطيور واخرج ونتقابل ونمشي. لا، عايزين نخرج من المربع ده للمربع اللي بعد كده، تبقى معارض احترافيه، معرض احترافي، يبقى منتجين مربين وهواة بس منتجين. نيجي في يوم المهرجان بيخرج بالحمامه اللي هو مربيها او اللي هو تعب في فرخها طول السنه، بالحجل او بالدبله بتاعته باسمه، يخش ينافس اخوه المربي الثاني، وبالتالي بقت الموضوع يبقى فيه نوع من انواع الاحترافيه شويه، منافسه. الثقافه دي صعبه علينا لان معظم مربين الغزار يعني مدارس، لكن ان شاء الله مع الوقت هتذوب الموضوع ده، هيذوب يعني، وتبقى الموضوع موضوع ممكن شاب صغير خد 2 طير من اي حد ركبهم، طلع حمامه كويسه، فرخها كويس بستاندر كويس، تخش المسابقه تكسب ويتفوق، وهكذا. والحياه عمرها ما بتقف على حد، الحياه دايما مستمره. فالتطوير دوت هنبداه باذن الله. المربع اللي احنا كنا واقفين فيها نتخطاه وننتقل للمربع اللي بعد كده. كل ده من خلال عمل المنظمه داخل مصر. وده يعني الفكره بتاعت المنظمه بتختلف عن فكره الروابط او الروابط الاجتماعيه او النوادي المصريه، لان احنا عندنا هنا بيروقراطيه كتير جدا، قوانين قديمه شويه. اي رابطه من حق اي عضو في الرابطه خارج عليها انه يرفع دعوه حل يحلها، لكن المنظمه ادتنا مساحه ان احنا يبقى في نوع من انواع الاستقرار.
نوع من انواع الاستقرار بدون يعني المضاربات. كان عندنا جمعيه سباقه في الشرق الاوسط زي جمعيه المنيل للغزار. المشاكل بقى ايه؟ يخش واحد متضايق من حد يتهمهم مش عارف الكلام الكتير. لكن المنظمه عامله لنا مساحه ان احنا مسجلين بالفعل في مصر، مسجلين في الاتحاد الاوروبي، والتعامل من خلال الكلام ده. طبعا هي منظمه للطيور وللستاندر وللسلالات النادره فقط، يعني ملهاش علاقه باي عمل سياسي او ديني او حزبي او اي حاجه نهائي خالص. وهي دي المظله اللي بتجمعنا بقى، ان احنا بنجتمع كلنا مختلفين على حب الطيور وباي شكل. والشكل اللي هو اتيح لينا في مصر هو شكل جميل، وبفضل ربنا يعني رغم المهاجمه في البدايه ورغم ان ناس كتير هاجمتنا، لكن انا شايف ان الموضوع بينتشر والفكره بتنتصر والموضوع هيقوى. واي حد معارض او كان طاعن في الكلام ده ابتدى يضعف وابتدى يتراجع، وابتدى الكلام العلمي والكلام يعني اللي فيه سبق هو اللي بيعلى، والكلام التاني بيتراجع. وعايزين نستمر لان الشباب ما شاء الله يعني مناحي الحياه بتتطور، وهوايتنا لازم تتطور مع مناحي الحياه. الشباب بقى طبعا غير مثلا الناس الكبيره القديمه اللي اتعودت على حاجه معينه ونمط معين مش قادر يخرج منه. لا، احنا ان شاء الله باذن الله هنكون عامل مساعد للتطوير وخروج الشباب بالشباب، الشباب نفسهم. يعني مجموعه الشباب اللي معانا في كفريق عمل كلهم ما شاء الله يعني كلهم حريفه حمام وحريفه، وبنكتسب خبرات مع الوقت، وبنتعامل مع اخواننا في البلاد العربيه بنتبادل الخبرات، بيجوا لنا وبنروح لهم وبيدونا خبراتهم السابقه. طبعا احنا كنا المفروض نبقى سباقين لكن هم سبقونا، وده اعتراف كبير لان الامكانيات عندهم مختلفه عن عندنا، امكانيات استيراديه وامكانيات ماديه وامكانيات اجتماعيه والمكان وحاجات كتير. المربي المصري ما بيقلش عن حد، بل بالعكس يتفوق على كل المربين المنطقه، ومع الوقت بفضل الله يتحط في المكانه الصحيحه تحت مظله مصر يعني، لان الموضوع كله مصري. الفكره العامه فكره اوروبيه، ودي مش بدع يعني مش بنبتدع ان الفكره اوروبيه. ما احنا كل مناحي الحياه بناخد منهم، هم سبقونا في كل حاجه لان احنا بنتراجع. فاما نيجي ناخد منهم المميزات ما يتلمش علينا، يعني بعيد عن الاخلاق والحياه الاجتماعيه. احنا بناخد يعني سبق هم عملوه في الهوايات او في التربيه او في الانتاج بالاسلوب العلمي، بالاسلوب الكويس، بالاجتماع على كلمه. فاحنا بناخد منه، ده مش عيب. واما ناخد ده ونطبقه في بلدنا من مئات السنين، كان اللي بيسافر اوروبا وبيجيب فكره في اي علم لغه، علوم، علم دنيوي، علم بيجيبها كان بيعلو شأنه. ليه هنيجي في القرن ال21 ونهاجم الفكره اللي هي اساسا هتودينا في منطقه الهوايه لابعد مما احنا فيه، ونتخطاها، نتخطى الجمود اللي احنا فيه. فان شاء الله باذن الله شغالين في التطوير وبجهود المنظمه وبجهودنا شخصيا وبجهود فريق العمل معانا كله بدون ذكر اسماء. طبعا انا عارف ان معظم الناس عارفاهم، وهم يعني ما شاء الله متواصلين مع كل الهواة. وزي ما قلنا ان محاربه الفكره تراجعت تماما، ومحاربين الفكره تضاءلوا وضعفوا ورجعوا، وان شاء الله الفكره منتشره وهنكمل وهننجح باذن الله ان شاء الله.